هو يعني لازم تحصل مصيبه ولا يتقتل قتيل عشان خاطر كلنا نطلع نهيص في الهيصه ونقعد نقول بقى الكوره في مصر مليانه فساد، الكوره في مصر مليانه عك، حق احمد رفعت لازم يرجع. طب ما العك والفساد ده باين من زمان، الناس كلها شايفاه، الناس كلها شايفه دلوقتي ان الكوره في مصر دلوقتي بقت للي معاه فلوس يلعب، والموهبه والحريف دلوقتي ما بيعرفش يشم ريحه النادي ولا يخش النادي ولا يلعب كوره في النادي عشان خاطر ابن المستشار الفلاني يلعب ولا ابن العضو الفلاني يلعب ولا الكلام ده كله. ومن ساعه ما الكوره دخلت في المحسوبيات وفي المعارف والوسايط وما بقاش في كوره في مصر اصلا، قسما بالله الدوري المصري دلوقتي فيه لعيبه كتير ما بتعرف تباص الكوره اصلا عشان خاطر ابن العضو الفلاني ولا ابن المستشار الفلاني ولا ابوه معاه فلوس بيلعب ابنه بفلوسه. حريفه دلوقتي والمواهبين كلهم عايشين في سواق الخضار وراكبين تكاتك وفي مهن حره مش عارفين يعني يشموا ريحه النوادي. رقم قسما بالله ما هنعرف نصعد لكاس عالم ولا ننافس كده في كاس عالم ولا كلنا كده نلبس تيشيرت المنتخب كده ونتلف كده مستنيين مصر تفوز ونوصل لدور 8 ودور. هنطلع الكره دي ممكن تجيب لنا استثمار ابن كلب في البلد والله، خصوصا ان في مواهب كتير في البلد، في حريفه كتير من البلد. منهم محمد صلاح مخارب الدنيا بره اهو، والناس كلها بتتكلم عن في زي محمد صلاح ده بلاوي راكبين تكاتك وراكبين، بس الراجل اشتغل على نفسه وصبر واستحمل يعني ولقى مكان في نادي وبادئ من صغره والكلام ده كله. بس مش شرط تحصل مصيبه عشان خاطر نطلع نهيص في الهيصه نقعد نقول في فساد في الكوره في مصر، في فساد. لا الفساد باين من زمان. طب اقول لك حاجه، عبد الستار صبري بجلاله قدره كان خارب الدنيا في البرتغال، وكريستيانو رونالدو ذات نفسه قال لك الراجل ده مثل الاعلى وكنت بحب اتفرج عليه وموهبه ما حصلتش والكلام ده. ينفع يجي من بره وهو خارب الدنيا ما بيلعبش لا في اهلي ولا في زمالك ولا في اسماعيلي؟ يعني الكوره في مصر مليانه عك من زمان وصور كتير للعك والفساد ده، ومش شرط تحصل مصيبه ولا تحصل باله عشان خاطر نطلع نتكلم. الساده الاعلاميين المنصات الاعلاميه بتاعتكم دي امانه، كان لازم تتكلموا في الحوار ده من زمان، مش شرط يحصل مصيبه عشان خاطر نطلع نتكلم فيها.